كتير على امام عاشور، وكأن كرة القدم في مصر وقفت عند امام عاشور. حتى الراجل طالع يعمل عمرة طلعوه بيعمل برامج، حاجات غريبة بنشوفها، ومتعاقد مع معرفش مين وهيعمل ايه الكلام ده. الحاجة التانية يقول لك امام عاشور سعره في الاهلي رقم. ليه يا عم الحاج؟ قال لك اصل الاعلانات قالت هجيب رقم. عمر ما الاعلانات تدي رقم، ممكن تدي تصور، لكن دي الاعلانات دي الارزاق بتاعت ربنا، ده قالب به. يعني انا كلمت الناس برضو في النادي الاهلي، يا جماعه هو انتوا بتحددوا؟ ما انا ما بطلعش اتكلم كده وخلاص، لازم اخد معلومه. هو انتوا بتحددوا مبالغ في الاهلي ان ده يجي له اعلان مثلا ب50 مليون في السنه؟ قال لك لا طبعا مش الكلام ده، وده حقيقي. هو بس يعني عشان يبقى انا عملت اللي عليا، لكن حتى بديهيا لما تيجي كده ربنا قال لك اعقلها وتوكل. لما تيجي بديهيا كده تبص على الاعلانات، طب ممكن يجي لك اعلان ب100 مليون، ممكن يجي لك اعلان بمليون، ممكن ما يجيلكش، ممكن دي ارزاق. ممكن الشركه تكون عايزه لاعب تاني، دي ارزاق. مفيش حد يقدر يديك افريج معين للاعلانات. في تصور، التصور ده انا ما ينفعش اخد بيه. ما ينفعش اقول مثلا ان الاهلي عرض على امام عاشور 30 مليون. امام عاشور سيكون اغلى قيمة لاعب في مصر. تاني، امام عاشور سيكون اغلى لاعب في القيمة التسويقية في مصر. خد بقى مني بقى، ما تراجعش ورايا. احنا لما بنسمع بنراجع ورا، لكن خد مني ما تراجعش ورايا. ليه؟ لان هي مش ماشيه كده، ماشيه بنظام. النادي الاهلي لم يتكفل او لم يتكلف زي ما انتوا فاكرين اموالا طائله في زيزو. رزقه كده، جاله اعلانات. زيزو جاله اعلانات كتير، فخلاص. تريزيجيه نفس القصه. نادي الاهلي عرف يسوق بن شرقي، تريزيجيه، زيزو. عندك مصطفى الشوبير والشناوي، ده الحديث وده طب ما هو ده اللي المثار أنا كنت والرأي هسأله. العام ومين يلعب. كويس. والراجل كان واضح، اديني بقى رأيك. والراجل كان واضح، قال لك مصطفى يلعب طب هو ده مباراة ينفع؟ والشناوي يلعب مباراة. طب هو ده هو ينفع؟ مدير فني وهو شايف رؤيته والكلام ده كله. لا، في مصلحه الاهلي. استنى بس، ما هو خلاص هو شايف مصلحة الأهلي كده. خلاص. لكن خد الناحية الثانية. عودوا محمد صبحي، واحد يقول لك انا ما اقعدش الثاني دكة، والثاني لو موجود في المباراة انا ما اقعدوش دكة. عملنا ايه بقى؟ حقه. هل النهارده هل النهارده وعلى طول النهارده الله يا بوب انتوا جامدين يا قوي بوب طبعا. ما انتوا عندكم 4 حراس ومن غير هل الحراس. النهارده وهنقعد لعيب، عايز اقول لك حاجه، هنقعد لعيب الماتش الجاي احتياطي للصبح. هل النهارده مش عاوزين يا كابتن أيوة، أيمن. لو مهدي مش موجود اما الخيط مقفول بقى والدنيا بقى ما خربانه خربانه. الاعلام تناول النقطه دي، مع ان دي خلي بالك نقطه كارثيه. اللعيب يقول لك اتقال قبل كده على محمد الشناوي، اتقال على محمد الشناوي اللي ما يقعدش مصطفى الشوبير، والراجل بيقعد ماتش وبيلعب ماتش والدنيا ماشيه وده بيأدي وده بيأدي. بص، انك تتكلم بقى عادي بالحجج اللي انت بتقولها دي، انت بتدخل مواضيع في بعضها. هو كل الموضوع ان احنا ناس خدنا موقف، تمام، وانتوا ناس مش قادرين على الشناوي. ده هي تتقال كده. موقف ايه؟ والشناوي ايه؟ مش انتوا مش عارفين، ما هو انتوا مش عارفين تعملوا الشناوي احتياطي. ازاي؟ مين اللي قال لك؟ والشناوي الماتش اللي فات ما كان مصطفى الشناوي بيلعب. ما انا بقول لك، والماتش اللي قبليه الشناوي بيلعب واللي قبليه مصطفى الشناوي قاعد. طب سؤال معلش، هو ده موجود في الكوره؟ ما كان موجود في نادي الزمالك امتى؟ عبد الواحد السيد بيلعب ماتش وعبد المنصف بيلعب ماتش. ما هو ده كان غلط. لا ما حصلش. لا مش ما اعرفش طارق حضر. لا ما حصلش النهارده. بص بس موجود. مش في مدير فني، مش في مدير فني. واحد كان بيلعب وهو راكب، في مدير فني كان بيلعب، في مدير فني هو اللي بيحط مين يلعب ومين ما يلعبش، مين يمشي مين ما يمشيش. بس انا مش عارف اتكلم. حتى لو احنا مقتنعين يا ايمن ممكن نسمع عماره. ايمن بعد نسمع عماره. اتكلم على نقطه الشناوي ومصطفى شوبير. بسرعه عشان اطلع المدير الفني اللي انا جايبه ده اللي بياخد بالدولارات وراجل اجنبي وراجل يعني بروفيسير. انت مقتنع بيه الاول؟ مين؟
طبعا طالما جه النادي الاهلي لازم اسنده لغايه اخر فتره. لا في فرق بين ان انت تسنده وفي فرق بين ان انت مقتنع بيه يا كابتن. واحد ماشي دلوقتي لغايه دلوقتي اول افريقي، يعني في اول مجموعه في افريقيا وصل. في الدوري ناقص له ماتشين. الدوري مشوار منافس، الاهلي في المنافسه هيعدي ومرشح انه ياخد انا ما اقدرش احكم على المدرب ده دلوقتي يا مهيب بعد الا بعد نهايه الموسم اقول له والله تعالى انت 1 2 3. يلا قول لي على الشناوي. حته الشناوي ومصطفى شوبير انا ليا وجهه نظر. ممكن يكون انا يعني انا مع الراجل ان هو وجهه نظره ان هو الاثنين دوليين والاثنين مش عايز يخسرهم. انما في وقت من الاوقات هيجي السنه دي في وقت من الاوقات هيجي هيثبت واحد. وبكره الكلام دوت دي نقطه مظبوطه. انا ما بتكلمش في التثبيت ولا مين يلعب ما يلعبش، انا بكلمك في التناول. مشكله هنا مش مشكله، ده الاثنين بيلعبوا والدنيا ماشيه وده بيقعد لده وده بيقعد لده. والناحيه الثانيه عندك حارس رافض تماما، رافض تماما يقعد للحارس الثاني. اتقال في امام عاشور مين قال كده؟ مين قال كده؟ اتقال على بن شرقي. مين قال كده؟ الرد كان لا سيبه. طب نسمع بص انت النهارده، علشان انا قلت لك الفتره اللي جايه الفرقه اللي عندها ذخيره كبيره من اللعيبه هي دي اللي هتقدر تحسم البطولات مع ضغط المباريات. النهارده لما يبقى عندك باك رايت اول، النهارده انت بتتكلم على احمد عيد. احمد عيد راجل منتخب مصر بقاله فترات، حتى لو هو البديل بتاع محمد هاني لكن متواجد في منتخب مصر. النادي الاهلي لما جاب لعيب موجود في منتخب مصر، جاب لعيب صغير في السن، جاب لعيب يشيل في الحته دي. عمر كمال عبد الواحد خباك لعيب كويس، لكن ظروف الفتره اللي فاتت ممكن من ظروف الاصابات المدير الفني شاف عايز احتياج واحد تاني، ده طبيعي. انت مقتنع بالكلام ده يا اسامه؟ مقتنع بالكلام ده طبعا. وانا هقول كلام مش مقتنع لا يعني انت مقتنع ان احمد عيد افضل من عمر كمال عبد الواحد؟ عمر كمال عبد الواحد ما قلت لك اول ما ابتدى مع النادي الاهلي ابتدى بدايه كويسه، لكن ظروف الاصابات والغيابات بتاعته كانت متكرره. فالمدير الفني النهارده، وخلي بالك عمر كمال بعد ركله الجزاء اللي ضيعها ايام باتشوكا في كاس العالم للانديه وكانت حاسمه، اتاثر برضه نفسيا من وقت الفتره دي ولا لعيبه. فالنهارده المدير الفني خلاص شاف في الحته دي عنده احتياجات، لكن كل الصفقات او كل اللعيبه النادي الاهلي بيجيبها دايما بيتم التقليل منها. لا يتم التقليل منها. لا بالعكس، انا عايز جبت بس مروان عثمان، جبت بالعمري، جبت راجل عمرو الجزار، جبت هادي رياض. والحاجه الثانيه، هل النهارده اقدر احكم على احمد عيد؟ الراجل لعب مباراه البنك الاهلي لعب فيها شوط، لكن معروف لعيب صغير، لعيب عنده امكانيات كويسه. طب في ماتش تنزانيا هناك، ماتش تنزانيا هناك النادي الاهلي تعادل فيه، نزل في اخر 15 دقيقه ولا 20 دقيقه قدام اشرف بن شرقي، عمل شوط هايل او 20 دقيقه هايله. مش وارد يا مهيب ان احمد عيد ده يبقى احسن باك رايت في مصر؟ هو وارد طبعا. لا وارد، لا بجد يعني ده وارد يعني. ده نصيب. طيب مطلوب من النادي الاهلي، نادي بيلعب في بطوله افريقيا وبيلعب في الدوري وبيلعب في الكاس وبيلعب في السوبر. يا مهيب مطلوب من النادي الاهلي وهو بيلعب في البطولات دي كلها ان هو يبقى عنده بديل واحد واثنين وثلاثه، ولا يكتفي بمحمد هاني وما يبقاش له بديل؟ يا عم ده لولا شوبير الماتش اللي فات ولا بديل واحد ممكن انا بكلمك بس يا طارق، ممكن ارد على الحته دي. بكلمك في ان انت مش من الضروري ان انت في كل الصفقات اللي انت تجيبها ان هي تنجح معاك. في وحوش قاعد عايز، بس انا عايز ارد على اسامه بس في حاجه عشان اسامه دخل المواضيع في بعضها. ليه مش موضوع بعضها؟ بالعكس، محدش في مصر. مش احنا احمد سيد زيزو لما جه الاهلي في اول فتره بدا يتقارن ببيزيرا البرازيلي ويقول لك مين الافضل وده الساحر وده احمد سيد. صح محدش لا اللي كانوا بيقولوا ده كله ده السوشيال ميديا وناس عايزه تهزر. طب قول لي بقى انما عشان وقت، في حد عاقل في مصر يقدر يقلل من احمد سيد زيزو او امام؟ لا. يعني انا مثلا راجل زملكاوي جدا صح؟ هل انا من المنطقي ان انا اطلع بعد ما زيزو واحد مستواه ثابت بنسبه 85% لمده 3 سنين، فانا هطلع اقول عليه بعد ما يروح النادي الاهلي ان زيزو مستواه لا يؤهله انه يلعب يروح النادي الاهلي؟